السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم حلوى لشرب الشاي، حلوى اقتصاديه ببيضه واحده كتعطيكم كميه وفيره، كتجي تبارك الله هشيشه، كتذوب في الفم اللي دقها غادي يحماق عليها. فنتمنى تتبعوا الوصفه وتنال اعجابكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي تشجيعاتكم وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب. وندوزو المقادير. عندي هنايا 2 معالق كبار من الزبده، اي زبده متوفره عندكم، يا اما الزبده ديال البواطه اولا الزبده ديال العبار. عندي هنا حبه من البيض، بيضه واحده بحراره الغرفه، يستحسن تكون من الحجم الكبير. 2 ساشيات ديال سكر الفانيليا. عندي 2 معالق كبار من الفيرميسيل اللي هو هاد الشعريه ديال الشكلاط. نص كاس ديال الزيت النباتي مع نص كاس ديال سكر سنيده. قبيصه ديال الملحه. ساشيه ديال خميره الحلوى. والدقيق الخاص بالحلويات غادي نذكر معكم العبار خلال الفيديو بالكاس ديال العنبه. غادي نبدا مباشره في التحضير. فغادي ناخذ الزبده، نضيف عليها الفاني، السكر، العبارات عبرتهم بالكاس ديال العنبه، وقبيصه ديال الملحه. غادي نخدم هاد العناصر حتى نحصل على واحد البوماد. الزبده يستحسن تكون بحراره الغرفه باش كتخدم لكم بسهوله ما تعذبكمش. صافي بحال هكا. غادي نضيف دابا نص كاس ديال الزيت النباتيه، ونعاود نخلط هاد العناصر حتى يعاودوا ينسجموا ليا. من بعد ما كنحصل على هاد الخليط اللي متجانس غادي نضيف له بيضه من الحجم الكبير وتكون بحراره المطبخ. غادي نعاود نخلط هاد العناصر جيدا. صافي شوفوا معايا الخليط اللي كنحصلوا عليه كيفاش كيكون. غادي نبدا في اضافه الدقيق. فعندي الكاس الاول ديال العنبه، الكاس الثاني غادي ندير 2 كيسان. نخلط العجينه، عاد نشوف شحال غادي نزيد. بالنسبه للخميره ديال الحلوى فصاشيه ما غاديش ديروها كامله، غادي ديروا منها تقريبا نص الكبير، تخلي واحد شويه بحال هكا، ما ديروهاش كلها. غادي نبدا نخلط في العجينه، حاولوا ما تدلكوهاش، فقط جمعوا العجينه. هنا غادي نضيف ليها نص كاس كبير ديال الطحين، وعاود ضفت نص كاس صغير، يعني في المجموع ديال الدقيق اللي ضفت هو 3 ديال الكؤوس حتى نحصل على هاد العجينه. تقدروا تحتاجوا اكثر او اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق. كاخر مرحله هي الشعريه ديال الشكلاط، حيتاش الا درناها في الاول غادي تذوب لينا في العجينه، لهذا كنخليوها اخر حاجه. ونبدا بحال هكا نخلط بحال هكا هاد الفيرميسيل مع العجينه. شوفوا معايا العجينه القوام ديالها كيفاش كيكون، والفيرميسيل كيكون موزع في العجينه كلها. صافي هنايا غادي نبدا في التكوار. في نفس الوقت كنكون شعلت الفران باش يسخن. شعلوا الفران سواء الغازي اولا ديال الضو، شعلوه على اقصى درجه، خليوه يسخن. غادي نبدا نكور في العجينه ديالي بهذا الشكل. ندير كرات يعني ماشي كبيره وماشي صغيره، حيت مازال غادي نطبعها بالطابع. وغادي نبقى نبسط عليها واحد شويه بحال هكا. من بعد ما غادي نكور نبرك عليها شويه، عاد نوضعها في الصينيه ديال الفرن. راه تبارك الله هاد الحلوه كتوجد بالخف، ما كاملاش 10 دقائق كتكون واجده معكم. صافي غادي نستف الحلوه ونخلي واحد المسافه ما بين الحلوات لحقاش مازال غادي نطبع بالطابع. بالنسبه للطابع عندي هذا فيه 2 جيوها، شوفوا معايا، فيه هاد الجهه اللي غادي نستعملها وفيه الجهه الاخرى ديال الشهده. انا غادي نخدم بهذا. وغادي تحتاجوا واحد شويه ديال الدقيق باش تبقاو تغمسوا فيه بحال هكا الطابع ديالكم باش ما تلصقش لكم الحلوه فيه. غادي نبدا دابا نطبع الحلوه ديالي. فكما كتشوفوا طبعوا غير بشويه. والصينيه ما ديروش ليها الكاغيط ديال الفرن
اولا البابي كويسون. علاش؟ لحقاش هاد الحلوه فاش غادي تبغيو تطبعوها غادي تبقى تلصق في الكاغيط وتطلع لكم وتلصق لكم في الطابع. لهذا خذوا بحال هكا صينيه الفران العاديه ودهنوها مزيان بالزيت وحطوا فيها الحلوه مباشره. غادي نكمل بحال هكا نطبع الحلوه ديالي وغادي ندخلها طيب كما كنطيبوا الحلوه بصفه عامه. صافي شوفوا هنا من بعد ما طيبت الحلوه شوفوا كيفاش كتحمر تبارك الله، كتجي مذهبه. شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي رائع تبارك الله. دابا غادي ندوز نزينها. خديت شويه ديال الشوكولا نوار اولا الشوكولا السوداء ودرتها في واحد بحال هكا في واحد البوش وغادي نبدا نعمر داك التقيبه اللي الوسط. راه كتوجد بسرعه هاد الحلوه، ما كتاخذش منكم وقت كتير وكتجي بنينه بزاف، كتجي حلوه اقتصاديه وسهله وبنينه، والاهم كتجي هشيشه. غادي نكمل بنفس الطريقه وصافي كتكون هذه هي الحلوه ديالي. شوفوا معايا تبارك الله كيجي الشكل ديالها زوين وكيجي المذاق ديالها رائع. فنتمنى تكونوا تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر ونال اعجابكم، وإلا عجبكم خليوا لي اعجاباتكم ونقول لكم السلام عليكم.